بص بقى، امبارح كده جيت من الشغل. الصراحة ما كنتش قادرة اعمل اي شيء، يا دوبك قعدت مع الولاد. فالدنيا اتبهدلت شوية، يعني زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما عملتهاش بالليل. فايه، الدنيا متبهدلة. انا شلت الاكل اللي احنا اكلناه هنا امبارح، وشغلت القرآن كده زي ما انتوا شايفين، شغلت الاذكار. ملكوش دعوة بالحيطة دي يا جماعة، دي ولادي الحمد لله، يعني ايه، وانا في الشغل كده بيمرمطوا الدنيا. انا هروقها بقى بسرعة، علشان الساعة دلوقتي 7 الا، وهوريكم بعد ما روقتها، وطبعا هكنس. بصوا بقى، اتأخرت. اصلا انا غسلت ونشرت ومش عارفة ايه، بس نشرت باستعجال. لقيت نفسي اتأخرت، فرحت عملت ايه، اذن ساعة. اول حاجة عملتها ان انا ايه، غسلت. وعقبال ما الغسالة خلصت، جهزت غسالة الاطباق وفضلت اروق. اخر حاجة عملتها النشير. كمان روقت كده اوضة الولاد. ده غسيل اتبقى فنشرته على السبت كده، لان ملوش مكان. انا بصور لكم كده ايه، بالاضاءة الرومانسية الهادية. طفيت الشاشة، كنت مشغلها على الاذكار وبعد كده على القرآن. فطفيتها بقى علشان ما بحبش اسيب حاجات كتير صراحة. روقت بقى كده الأوضة زي ما انتوا شايفين. ونعمل بروت على الصالة. قوم يا احمد من ورايا، ابني صحي اهو. اهوت كده اهو، شايفين؟ برضو ايه، مروقة كده. بس المكوة مش هقدر اشيلها من هنا صراحة، كده كده مفيش حد دلوقتي بيجيلي. لسه الدروس ما بدأتش. الماس ادتني بومبا اهو، نورتلكوا شوية اهو. يعني ايه، سايبة بقى المكوة دي بالمنظر ده كده. روقت الصالة كده، والشنطة اللي عند الباب دي اعزكم الله اخدها في ايدي وانا نازلة. شايفين؟ احمد جزء منه باين. ماشي، مش مهم. عملت كده بقى الصالة. شرابي اهو جهزته عشان هنزل. دخلنا بقى على المطبخ، لمعته كده وخليته زي الفل. غسلت الحاجات دي على ايدي، وحطيت الحاجة في غسالة الاطباق. ايه، فاضل لها ساعة ونص اهي وتخلص. تمام. انا بفكر بقى دلوقتي ايه، بما اني اتأخرت كده كده، اعمل لي فنجان قهوة حلو. بصوا بقى، لسه طالعة من الشغل حالا، وكالعادة مشترياتي وانا جاية. تمام. بصوا، اول حاجة خلينا في الحاجات دي. انا جيت متعودة بجيب شاور فريدة. لقيت فريدة البينك اللي انا بحبه خلصان. تمام. فجبت ماي واي ده. بقالي فترة كبيرة جدا، بقالي سنين مش بستخدم ماي واي. بس بصراحة برضو ايه، يعني بوفر. من الاخر بوفر علشان حاجة المدارس. فجبت دوت مش عارفة 2 لتر باين او لتر ونص. من ماي واي. ده عامل 105. تمام. الهاند ووش لقيت عرض على فريدة حلو جدا، بس ما فيش غير بريحة العود. واختكم ما بتقبلش ريحة العود، ما بقدرش استحمل ريحة العود. حاولت اجيبه فشميته، لقيت لا 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 لا، مش قادرة، معدتي مش قادرة، مش هجيبه. المهم الشاور ده كان ب105. تمام. انا كل فترة بحب اغير الشامبو والبلسم بتوعي. ماشي. فاول مرة اشوف الماركة دي، فبصراحة قلت هجربها. مش عارفة هي ليه عاملة كده اهو. شايفين كده؟ مش عارفة ليه بتسمر كده، بس هي اهي اهو. اسمها بلوب. بلوب دوت. الشامبو كان عامل 80 جنيه. والعبوة يعني مليانة. يعني فاهمين؟ انا مش عارفة دي اللتر باين. المهم هو دوت بايه. ده كاتبين لترميم الشعر المجهد والتالف. ماشي. حلو ولا مش حلو؟ بصراحة مش عارفة. ده بزيت الأرجان المغربي. ماشي اهو. جبت منه كمان البلسم كان عامل 75. ده الشعر صحي ولامع بدون تجاعيد وهيشان. ده بالنخاع والبروتينات. يا رب يطلعوا كويسين، عشان لو مش كويسين بصراحة لما بلاقي حاجة وحشة في شعري بستخدمها، بغسل بيها الحوض والكلام ده. مش هبوظ شعري يعني. وجبت بقى ايه، بصوا،
جبت كده علشان ازود على اللي عندي. بصراحة انا من ساعة ما عملت معاكم جردة ديب ما بصيتش فيه تاني، مش عارفة ايه اللي انا سحبته وايه اللي ما سحبتوش، بس عموما لو سحبت حاجات بسيطة قوي يعني عشان الولاد مش بياكلوا طبيخ. المهم جبت كده ربع لوبيا. مش فاكرة بصراحة اسعار، يعني تقريبا اللوبيا الكيلو كان عامل 60 لوبيا بلدي. اقل منها حاجة بسيطة الفاصوليا، ده كان عامل تقريبا 15 جنيه الربع، والفاصوليا كانت عاملة 14 جنيه الربع. ماشي. الرز ده عامل تقريبا 26 جنيه. جبت كمان ربع عدس، مش فاكرة سعره. وجبت كمان ربع من دوت عدس بجبة. وجبت شوفان بس الولاد مش جابوهولي يعني. ربع الشوفان كان تقريبا عامل 30 جنيه او 15 جنيه، النص هو اللي ب30. بصراحة مش فاكرة سعر الشوفان ولا سعر العدس. تمام. قلت هجيب شكارة رز، مش قادرة اشيلها، مش قادرة اشيل واطلع، فاضطريت ان انا برضو اجيب كيلو عقبال ما اجيب الشكارة. وجبت كمان بانيه. ويلا بينا بقى ندخل على المطبخ عشان نعمل الاكل. ربنا يقوينا. رغيت كتير انا عارفه. بصوا بقى، علشان المامي اللي كانت بتسألني بتعملي ايه في الشغل مع مذاكرة ولادك او كده ايام الدراسة. بصوا، انا حاليا لسه ما بدأتش دروس، ولكن انا بدأت النهاردة هو اول يوم مذاكرة مع ابني رايح ان شاء الله جريد 4. فانتوا عارفين جريد 4 زاد عليه، يعني ابني بياخد كونكت بلس. تمام، ده الانجليزي. زاد عليه بقى، هنشوف. مش عارفة بصراحة هيدوله ايه، الماني ولا ايطالي ولا فرنساوي. بصراحة مش عارفة اللغة التانية اللي هياخدها السنة دي ايه. وهل هتكون باختيارنا ولا هي كده يعني اللي هياخدها من غير اختيارنا هي المدرسة كلها او الاطفال كلها نفس اللغة. مش عارفة بصراحة. فالمهم يعني هيزيد علينا الدراسات وساينس والمادة اللي هي التانية بتاعت اللغة دي. وكمان السنة دي بقى في مادة تانية كانوا بياخدوها خلال السنين اللي فاتت، مش فاكرة اسمها ايه، ICD ولا مش فاكرة بصراحة اسمها ايه. ما كانش فيه ليها اهتمام خالص، بس سمعت ان السنة دي هيهتموا بيها، وشوية اسمع ان هم اصلا هيشيلوها. المهم ما علينا يعني. فانا علشان خاطر في 3-4 مواد هيبقوا زيادة علينا السنة دي، فقلت لا انا مش هسيبه للدروس، ولما لازم نبدأ معاه. فبدأنا النهاردة بالعربي، اخدنا اول درس اللي هو كل منا له حلم. تمام. فانا برضو لسه ما جبتش الكتب الخارجيه، لان دي مش هجيبها غير لما اشوف المدرسين اللي هياخد معاهم دروس هيطلبوها ايه. فجبت على اليوتيوب كده مستر بيشرح، وقعدت اسمع انا وهو الدرس. وقعدنا كتبت له، طبعا خليته بعد ما سمع الدرس يقول لي هو فهم منه ايه. وبعد كده انا كتبت له معاني المفردات، وكتبت له المضاد، الكلمه ومضادها، وكمان الكلمه وجمعها، وكل حاجة ما كانش بيعرفها كنت بحط له عليها اكس ان هو يعيدها. فاهميني ازاي؟ ده بالنسبة لابني. بالنسبة لبنتي انا بصراحة قلت ايه، يعني انا عشان انا لسه ما عملتش الاكل، فقلت هعمل الاكل كده واظبط اي بهدله عملوها. لو تشوفوا ان انا الصبح قبل ما امشي كنت مخليه الشقه كلها زي الفل. فالوقتي بقى هقوم بامر الله اخلي البنت تاخد شاور، اديها الشاور بتاعها، وادخل يكون اعمل الاكل على طول، وكمان اخرج بقى اعدل الشقه، وربنا يديني الصحه يا رب، واقعد اذاكر مع بنتي شويه. فاهميني؟ ده كده روتين المامي اللي بتشتغل مع ولادها، سواء بقى في نظافتهم، سواء يعني في اهتمامها بمذاكرتهم كده. عايزه اقول لكم برضو ابني خلاص خلص مذاكرته اهو، خليته يدخل ياخد شاور، وقال لي يا ماما انا هنزل كده العب بالعجله شويه. قلت ماشي عقبال ما اعمل الاكل وكده. فهمني طبعا انا عارفه ان نزول الشارع مش حلو، ولكن يعني الايام دي انا غصب عني، لان للاسف قعدتهم من التمرينات الفتره دي كمان. ف يعني انا مش عايزه اضيقها عليهم قوي وان انا اخنقهم قوي. يعني لا نادي ولا رحنا المصيف، فاهميني ازاي؟ فقلت ايه يعني استودعته عند الله، ونزلته كده بالعجله يلعب شويه في الشارع،
وانا عارفه برضو مين المامي، يعني الولاد اللي بيلعبوا معاه انا عارفه هم مين، وبحاول ان انا لو اصاحبه. يعني دي برضو حاجة يعني ايه، حاجة عايزة الفت الانتباه ليها. حاولي تصاحبي اولادك، وحتى لو عمل غلط، يعني انا ابني مثلا سمع حاجة في الشارع ولد شتمه بلفظ مش كويس، ولقيت ابني رد عليه وطلع حكالي. طبعا انا عرفته ان لا، احنا ما ينفعش نقول الالفاظ دي، وما ينفعش نلعب مع الولاد دي. فاهميني ازاي؟ يعني انا مش ضربته ولا قلت له ايه قله الادب ده ولا لا، انا قعدت اتكلم معاه ان بالزين يا جماعه ما ينفعش نغلط كده. الولد اللي تلاقيه بالمنظر دوت ما تلعبش معاه اصلا، ما تكلمهوش، خلينا في حالنا. لو وصلت ان انت تلعب لوحدك يبقى العب لوحدك. وقعدت افهمه بقى الشارع فيه ايه والكلام ده كله. وخدوا بالكم حتى لو طفل طلع سألكوا سؤال ما ينفعش يتسأل، ما ينفعش تسيبيه لدماغه لاصحابه وللنت. خصوصا ان انا مامي طول النهار يا جماعه في الشغل، سايبه ولادي الاتنين مع بعض، طبعا انا بستودعهم عند الله، سايبه الولد والبنت مع بعض. يعني باباهم مثلا ممكن بينزل بعدي، ولكن برضو بيقعدوا وقت الاتنين مع بعض. تمام. اكيد طبعا ان انا هما ما فيش موبايلات في ايديهم، الموبايل اللي في ايد ابني زراير، الشاشة عليها نت، ولكن الاكاونت اللي على الشاشة ده على تليفون بابا متابعين. وفوق ده كله انا معوداه، اللهم لك الحمد والشكر، ان اي حاجة تحصل تعال اسألني. فاهمني؟ لو في سؤال مثلا مش هعرف ارد عليه، بحكي لبابا واخلي بابا يكلمه في الموضوع، وكأن اللي هو ما يعرفش حاجة. فاهمين ازاي؟ لان برضو ده لسه سنه صغير، يعني دلوقتي حاليا يخاف مثلا يروح يتكلم مع بابا دايركت، لكن يجي عندي. غير لما يبقى مثلا في سن مراهقة، اكيد هو وباباه هيبقوا غير دلوقتي، غير هو ومامته. الخلاصة يا جماعة، مش يجي ابنك او بنتك تقولك حاجة تقعدوا تزعقوا وان ده غلط وان ده ما ينفعش وان ده حرام. لا، بالراحة خالص، ونفهمهم الحلال والحرام. واحنا مهما نعمل ومهما نربي مفيش فايدة يا جماعة. الفايدة الوحيدة في انك تخرجي صدقة وتقعدي تدعي كده ربنا ان ربنا يحفظهم لك ويحميهم من اي شر، واستودعيهم عند الله. بس لان في المدرسة مفيش امان، في الشارع مفيش امان، حتى قدام النت مفيش امان. فربنا يحفظهم يا رب. كملوا معايا الفيديو، ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله تستفيدوا مني والفيديوهات بتاعتي تعجبكم. بصوا بقى كده، اولا ده برطمان سمنة بلدي خلص، فسايباه هنا عشان اغسله. ماشي، هو بس عشان طلع في الكادر بتاع الكاميرا فقلت ايه اقول لكم، يعني مش محدش علق. بصوا البانيه انا قطعته كده سلايزات رفيعه كده خالص، علشان خاطر اعمله شاورما. والقطعتين دول قطعتين لقيتهم كبار كده وحلوين، فسبتهم عشان اعملهم ستريبس للولاد او اعملهم كفته او اي حاجه. المهم يعني ان انا ايه، هعمل قطعتين البانيه. ماشي، هعمل قطعتين البانيه دول مره تانية في اكله تانية. تمام، او اكون جبت عليهم كده يعني. المهم ان انا النهارده هعمل شاورما، وكمان غسلت رز بسمتي كده علشان اعمل رز بسمتي معاها. كان نفسي اصور لكم الطريقه خطوه بخطوه ونبقى مع بعض، بس للاسف انا مش لاقي الستاند بتاع التصوير بتاعي. وكمان بصراحه الجو حر نار، مش قادره ان انا البس اسدال وطرحه، وبنتي في البانيو بتاخد شاور، فمستعجله جدا، فحقكم عليا. انا تقريبا يمكن عملت معاكم البسمتي قبل كده، ولو ما عملتوش ان شاء الله الايام جايه كتير نبقى نعمله مع بعض يعني. بصوا بقى كده يا حبيباتي، الرز بتاعي كده جاهز. ثواني اشغل لكم الكشاف. الرز بتاعي كده جاهز، وانا قلت قبل كده ان انا بحب الرزايه طريه، فهو بيبقى كده تمام اهو. وكمان الشاورما اللي ما شافش الفيديو، او انا مش عارفه والله، انا مش عارفه نزلت الطريقه قبل كده ولا لا، بس عموما هبقى اعمله معاكم بقى مره تانية وخلاص. ماشي. بصوا بقى الشاورما اللهم بارك، حكايه طعمها تحفه.
حطيت فيها ايه، حطيت فيها توم وبصل وطماطم وفلفل الوان، ال3 الوان، الاحمر والاخضر والاصفر. وحطيت فيها كمان مشروم، يا رب ولادي ما ياخدوش بالهم منه. حطيت مشروم وحطيت عسل وحطيت خل وحطيت التوابل كلها اللي انا بحبها. تمام. واول ما تبرد هعصر عليها عصرة ليمون. بجد يا جماعة عايزة اقول لكم والله العظيم اللهم بارك، الشاورما انا مش مصدقة ان انا عاملة الطعم الجميل ده في البيت. بجد طعمها ما شاء الله تحفة. عصرة الليمون اللي عليها في الاخر دي اديتها طعم حكاية فظيعة فظيعة فظيعة. لا عندي صوص باربيكيو ولا عندي صويا صوص ولا عندي اي حاجة من الصوصات، ومع ذلك الشاورما اللهم بارك طلعت تحفة تحفة تحفة. اكاد اذوب من فرط الجمال. شايفين الجمال؟ والله انا زعلانه ان انا ما عملتش معاكم طريقه الشاورما دي، بس بامر الله هنعمل مع بعض، الجايات جايه كتير. وعايزه اقول لكم ان هي لونها كده مش من كتر الصلصه، انا حاطه عليها بابريكا مدخنه وحاطه كميه بابريكا محترمه اهو. ده اكل ولادي. يلا باي باي.